السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ أنا أشرف إبراهيم، وأهلا بكم في حلقة جديدة مليانة معلومات شيقة ومفيدة عن واحد من أكتر المخلوقات إثارة للجدل في الطبيعة، الثعابين. الثعابين، المخلوقات اللي بتخلي كتير مننا يترعب بس من ذكر اسمها، ومع ذلك ليها دور كبير جدا في الحفاظ على توازن البيئة. لو أول مرة تشوف الحلقة دي ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا أول بأول. يلا بينا ندخل في الموضوع ونتعرف على الثعابين، ايه هي، ليه موجودة، وايه اللي ممكن يحصل لو اختفت من العالم. الثعابين مين هنا دول؟ الثعابين هي زواحف من ذوات الدم البارد، يعني حرارتها بتعتمد على الجو اللي حواليها، مش زي البشر اللي بيحافظها لدرجة حرارة ثابتة. أجسامها مغطاة بالحراشيف، ودي زي درع طبيعي بيحميها من الخدوش والإصابات. اللي بيميز الثعابين عن غيرها من الزواحف إن ملهاش أطراف، يعني مفيش رجلين ولا إيدين، وكمان ملهاش أذن خارجية ولا جفون. والله، عينيها مفتوحة على طول من غير ما تقدر تغمضها. ده غير إن لسانها المتشعب بيخليها تشم الروايح في الهواء، زي رادار بيستكشف به الفريسة أو الخطر. الثعابين بتيجي بكل الأشكال والأحجام، في منها زي الأناكوندا أو البواق اللي ممكن وزنها يوصل ل 250 كيلو وطولها يتعدى 10 أمتار، وفي منها زي الثعبان الأعمى اللي وزنه بالجرامات وطوله بالسنتيمترات. يعني في تنوع مذهل في عالم الثعابين، من الصغير جدا للضخم جدا. ومش بس كده، الثعابين موجودة تقريبا في كل مكان في العالم، من الصحاري للغابات للمستنقعات. بس طبعا ملهاش وجود في أماكن زي القطب الجنوبي أو بعض الجزر الباردة جدا زي أيسلندا. في الشتاء الثعابين بتدخل في حالة ثبات طويلة، أو زي ما بنقول عليها هايبرنيشن. بتبحث عن أماكن دافية زي شقوق الصخور أو تحت الأرض عشان تقعد فيها لحد ما الجو يدفى. وبمجرد ما الربيع يجي ودرجات الحرارة ترتفع بتبدأ تنشط وتخرج من مخابيها. وهنا بالذات بتبدأ المواجهات مع البشر، خصوصا في المناطق الزراعية أو القرى اللي بتكون قريبة من بيئات الثعابين الطبيعية. ليه الثعابين موجودة أصلاً؟ سؤال مهم جداً. إيه فايدة الثعابين؟ يعني ليه ربنا خلق مخلوق زي ده بيخوف الناس وممكن يأذيهم؟ الحقيقة إن الثعابين ليها دور عظيم في الطبيعة، وبدونها ممكن يحصل خلل كبير في البيئة. خلينا نشوف إزاي الثعابين بتساهم في استمرار عجلة الحياة. الثعابين في السلسلة الغذائية. الثعابين بتلعب دورين أساسيين في السلسلة الغذائية، ساعات بتبقى المفترس وساعات بتبقى الفريسة. يعني هي حلقة وصل رئيسية بين الكائنات الحية المختلفة. لما بتبقى مفترس، الثعابين بتأكل حاجات زي القوارض، الفئران والجرذان، الحشرات، الطيور الصغيرة، الضفادع، وحتى الزواحف التانية. وده بيساعد في التحكم في أعداد الكائنات دي عشان ما يبقوش كتير بشكل يضر بالبيئة. خليني أحكي لك قصة حقيقية حصلت في فلوريدا بالولايات المتحدة، وتحديداً في جنوب شرق الولاية. كان في مجموعة من الناس شغالين في محل لبيع الحيوانات الأليفة، واكتشفوا إن في مجموعة ثعابين عايشة في شقوق قريبة من المحل. من غير تفكير كتير قرروا إنهم يهاجموا الثعابين دي ويقضوا عليها. اشترك معاهم ناس من المنطقة، وبالفعل قتلوا عشرات الثعابين وقضوا على وجودهم تماماً في المكان. في الأول الدنيا كانت هادية وكل حاجة زي الفل، بس فجأة حصلت كارثة غير متوقعة. الفئران بدأت تغزو المنطقة بأعداد مهولة. الفئران دي أكلت كل حاجة، المحاصيل الزراعية، الأخشاب، وحتى بدأت تسبب أضرار هيكلية في البيوت. الناس حاولوا يتحكموا في المشكلة، بس الفئران كانت أسرع منهم. المشكلة استمرت سنتين كاملين، وصرفوا آلاف الدولارات ومئات الساعات في محاولة السيطرة على الفئران وإصلاح الدمار اللي سببوه. في اللحظة دي الناس أدركت إن الثعابين كانت بتعمل شغل عظيم في صمت. كانت بتأكل الفئران وبتحافظ على التوازن البيئي من غير ما حد ياخد باله. لو الثعابين دي كانت موجودة، المشكلة دي ما كانتش حصلت أصلاً. القصة دي بتثبت إن الثعابين حتى لو بنخاف منها، هي جنود خفية بتحمي البيئة. الثعابين كفريسة. مش بس الثعابين بتاكل، هي كمان بتتاكل. الثعابين فريسة مهمة جدا لكائنات تانية زي الطيور الجارحة، زي الصقور والبوم، والثدييات زي الركون، الثعارب، النمس وذئب البراري.
حتى الثعابين الكبيرة زي الأفعى الملكية أو كبرى الملك بتاكل ثعابين أصغر. يعني لو الثعابين اختفت فجأة من العالم، الكائنات دي هتتأثر جدا لأنها هتفقد مصدر غذائي أساسي، وده ممكن يسبب خلل في السلسلة الغذائية كلها، لأن الكائنات دي هتبدأ تبحث عن مصادر تانية للأكل، وده ممكن يأثر على كائنات تانية وهكذا. خلينا ناخد مثال. لو الثعابين اختفت، الصقور اللي بتعتمد عليها كمصدر غذائي رئيسي هتبدأ تاكل حيوانات تانية زي الأرانب أو الطيور الصغيرة بأعداد أكبر. ده هيقلل من أعداد الأرانب، وبالتالي الحيوانات اللي بتاكل الأرانب زي الذئاب هتتأثر، وهكذا. يعني اختفاء الثعابين ممكن يعمل زي تأثير الدومينو، يأثر على كل حاجة في البيئة. دور الثعابين في مكافحة الأمراض. القوارض مش بس بتاكل المحاصيل وبتخرب البيوت، لكنها كمان بتحمل أمراض خطيرة زي الطاعون، الهانتا فيروس والسالمونيلا. الثعابين بما إنها بتاكل القوارض بتساعد في تقليل أعدادها، وبالتالي تقليل انتشار الأمراض دي. في قصة تاريخية بيقولوا إنها حصلت في عصر ابن سينا، لما كان في وباء الطاعون منتشر في بلد معين. ابن سينا العالم الكبير لاحظ إن الفئران هي السبب الرئيسي في نقل المرض، فقال للناس يربوا ثعابين سواء سامة أو غير سامة عشان تاكل الفئران وتقلل من أعدادها. الخطة نجحت، وعدد الفئران قل، ومعاه الوباء بدأ يختفي بالتدريج. يعني الثعابين من غير ما نقصد ساعدت في إنقاذ آلاف الأرواح من وباء كان ممكن يقتل ناس كتير. وده مش بس في العصور القديمة، حتى النهاردة الثعابين بتلعب دور مشابه في المناطق الزراعية. الفئران والجرذان بيدمروا المحاصيل وبينقلوا الأمراض للماشية والبشر. الثعابين بتأكلهم وبتساعد في تقليل الضرر ده من غير ما تحتاج تدخل بشري أو مبيدات كيماوية بتضر بالبيئة. السم خير ولا شر؟ لما بنسمع كلمة سم الثعابين، أول حاجة بتيجي في دماغنا إنه خطر وممكن يقتل، وده صحيح، لأن سم الثعابين ممكن يكون قاتل في كتير من الحالات، خصوصاً لو كان من أنواع زي الكبرى أو الأفعى الجرثية. لكن السم مش بس شر، في وش تاني مفيد جداً لو استخدمناه صح. سم الثعابين عبارة عن خليط معقد من عشرات المركبات، بروتينات، ببتيدات، إنزيمات ومواد تانية. بعضها ضار، لكن بعضها التاني بيبقى نافع بشكل مذهل لو تم تهيئته واستخدامه بطريقة علمية. استخدامات سم الثعابين في الطب. العلماء اكتشفوا إن سم الثعابين ممكن يستخدم في علاج أمراض كتير جدا. خلينا نشوف أمثلة. علاج الأورام والسرطان. سم بعض الأفاعي زي السيراستس أو الميكروفايبريا في شمال إفريقيا فيه مواد بتساعد في تثبيط نمو الأورام السرطانية. العلماء بيستخدموا المركبات دي في أبحاث علاج السرطان. وزي أمراض القلب والضغط، بنلاقي مركبات في السم بتساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم، النوبات القلبية والسكتات الدماغية. مثلا دواء الكابتوبريل اللي بيستخدم لعلاج الضغط تم تطويره من سم أفعى الجرارة البرازيلية. الأمراض العصبية، في بعض مكونات السم بتساعد في علاج أمراض زي الألزهايمر وتسكين الألم المزمن. ومثلا مرض السكري، فيه مركبات في السم بتساعد في تحسين استجابة الجسم للإنسولين، وده بيخليها مفيدة في علاج مرض السكري. وأهم شيء المضادات الحيوية، بعض مكونات السم بتدخل في صناعة أدوية شبيهة بالمضادات الحيوية وبتساعد في محاربة البكتيريا المقاومة للأدوية. وأخيراً مستحضرات التجميل، بنلاقي سم الثعابين بيستخدم في كريمات البشرة ومنتجات مكافحة الشيخوخة. المركبات دي بتساعد على شد الجلد، زيادة نضارته وتقليل التجاعيد. الأهم من كده إن العلماء بيستخلصوا مصل من سم الثعابين عشان يحمنوا الناس وبالأخص الأطفال من لدغات الثعابين السامة. ده بيحصل كتير في المناطق الفقيرة في أفريقيا وآسيا اللي الثعابين السامة منتشرة فيها بشكل كبير. المصل ده بيتم تطويره عن طريق حقن كميات صغيرة جدا من السم في حيوانات زي الخيول، وبعدين بيستخلصوا الأجسام المضادة من دم الحيوانات دي عشان تصنع المصل. إزاي بنستفيد من السم؟ طبعا مش بناخد السم كده ونشربه،
العلماء بيفصلوا مكونات السم عن بعض وبياخدوا الجزء النافع منه. بعد كده بيعملوا تجارب معملية طويلة عشان يتأكدوا إنه آمن تماماً قبل ما يستخدموه في الأدوية أو العلاجات. العملية دي بتاخد سنين من الأبحاث، بس النتائج بتبقى مذهلة. يعني السم اللي كنا بنخاف منه بقى بيستخدم في إنقاذ حياة الناس. مش كل الثعابين سامة. في نقطة مهمة لازم نكون عارفينها، مش كل الثعابين سامة. من حوالي 2800 نوع ثعابين معروفين في العالم، بس حوالي 10% منهم هم اللي بيفرزوا سم. يعني 90% من الثعابين غير ضارة تماما، ومش هتأذيك لا من قريب ولا من بعيد. الثعابين السامة زي الكوبرا، الأفعى الجرسية أو المنبى السوداء هي اللي بنخاف منها. لكن الثعابين التانية زي ثعابين الحدائق أو الثعابين المائية بتبقى هادية ومش بتعمل حاجة. بعضها بيستخدم طرق تانية زي الاختناق، زي البواق والأناكوندا، عشان يصطاد فريسته بدل السم. الثعابين والتوازن البيئي. الثعابين مش بس مخلوقات مخيفة زي ما بنشوفها في الأفلام، هي جنود خفية بتحافظ على التوازن البيئي. من غيرها ممكن يحصل فوضى في الطبيعة، القوارض هتتكاثر بشكل مخيف، المحاصيل هتتدمر، الأمراض هتنتشر، والحيوانات اللي بتاكل الثعابين هتتأثر. يعني حتى لو بنخاف منها لازم نقدر الدور العظيم اللي بتلعبه. لو الثعابين اختفت البيئة هتتعرض لخلل كبير، القوارض هتزيد ومعاها الأمراض والدمار الزراعي. الطيور الجارحة والحيوانات اللي بتعتمد على الثعابين هتفتقد مصدر غذاء مهم، وده هيأثر على كل السلسلة الغذائية. خلاصة القول، ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة عبثاً. كل مخلوق مهما كان شكله أو سلوكه ليه حكمة ودور في الحياة. الثعابين على الرغم من إنها بتتربع على قائمة أكتر المخلوقات رعباً، لكنها بتقدم خدمات عظيمة للبيئة وللبشر، سواء في التحكم في أعداد القوارض أو كونها مصدر غذاء لكائنات تانية، أو حتى استخدام سمها في علاج أمراض خطيرة زي السرطان والسكري. الثعابين فعلاً جزء لا يتجزأ من التنوع البيولوجي. من غيرها البيئة هتفقد توازنها، والناس هتواجه مشاكل كتير كان ممكن تتجنبها لو الثعابين استمرت في شغلها الهادي. لو عندك سؤال أو موضوع محيرك سيبه في الكومنتات تحت الفيديو وإحنا هنرد عليك، وممكن نعمل عنه حلقة كاملة. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، ونشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.